مرحبا ويسعد لي أوقاتكم يا أحلى صبايا بالدنيا. كيفكم؟ بتمنى جميعا تكونوا بخير. زمان عن هاي الروتينات اللي بكون فيها مع أهلي وبنعمل فيها أكلات طيبة، فاليوم حبيت هيك شارك معكم روتين يوم كامل قضيناه نحن وزوجي وأهلي. عملنا فيه فطور مميز وغدا مميز كتير. تذكروا السنة الماضية نزلت لكم إنه هاي الوجبة هي الأكلة المفضلة عند زوجي، قررت دلله أعمل له إياها وأعملها لأهلي. نسويها سوا حتى هيك نستلذ فيها. هلأ موسمها، تعرفوا هلأ موسم السلق، فرح نساويها. أول شي بس هيك بدينا اليوم بفطور طيب ومميز اللي هي كبدة الدجاج. شاركتها معكم قبل على القناة. عن جد كتير هاي الوصفة يعني عن جد بحبها ومفيدة. ليش؟ لأنه كبدة الدجاج آه، يعني بتساعدكم فيها حديد كتير، فمنيحة للي عندهم فقر دم. وقت ولادتي أمي كانت كتير تعمل لي إياها، بتقلي إنه بتعوض الدم اللي خسرتيه وقت الولادة. بس في هيك معلومة صغيرة صبايا. شفت واحدة حامل قالت إنه توحمت عليها وأكلتها. أنا إنه خبرتني دكتورتي وحسب بحثي إنه كبدة الدجاج مو منيحة للحامل لأنه فيها نسبة عالية من فيتامين A، أو الكبدة بشكل عام. فأنت إذا حامل حاولوا تتجنبي قدر الإمكان إنك تاكلي كبدة. فهوني مثل ما شايفين أول شي بديت قطعت الخضار اللي بتلزمني لأكلتي. عندي فلفلة ألوان أحمر وأصفر. شو الألوان اللي عندكم إياها؟ لا، زوجي ما بياكل فلفلة خضراء، هيك اكتفيت بالأحمر والأصفر. فيكم أنتوا تحطوا نص أحمر نص أصفر نص برتقالي ونص أخضر، هيك بتعطي تنوع نكهات عندي بالأكلة. وقطعت بصلة ترانشات أو جوانح مثل ما انكم شايفين. هلا لحتى ابدأ تسوية الأكلة عندي دهنة مفرومة ناعم. فيكن انتوا تعملوها بس بالزيت، بس صدقوني اذا عملتوها بالدهنة او لية الخروف رح تلاقوا فرق كبير بالطعم. فهيك سليت الدهنة، احنا بنقول سلينا الدهنة، يعني خليناها لحتى دابت شوي. وبعدين بس دابت عندي حطيت البصل. لما حطيت البصل حسيت انه شوي قليلة كمية الدهن بالنسبة لكمية البصل وسودة الدجاج او كبدة الدجاج. فضفت عندي اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ضفت عندي شوية زيت نباتي. وحطيت فوق بس هيك استوى عندي البصل شوي، ضفت معه معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وحطيت لحتى يتحمص معه معلقة كبيرة كزبرة يابسة، والبهارات الصحيحة هيل وقرنفل وحب هيل قرنفل وحب فلفل أسود. وكمان شو كمان ضفت؟ ورق غار. هدول ضفتهم. وضفت معلقة كبيرة دبس فليفلة، وكمان ضفت معهم معلقة كبيرة فليفلة خضرة. هاي نحنا مساوينا، أمي مساويتها بالبيت، فليفلة خضرة حدة هيك على شكل مثل معجون دبس الفليفلة. خليتهم يتحمصوا. بعدين مثل ما شايفين هون كبدة الدجاج كنا منظفينها من قبل. بنفتح قلب كبدة الدجاج وشايفين هيك منظفينها كتير كتير منيح، يعني عن جد ما بتلاقوا عليها ابدا اي دم او اي اثار هيك بتحسوها بتأزز بدنكم منه. فامي كانت منظفتها منيح وجايبتها معها بصراحة لعندنا حتى نطبخها ونعملها. بقى حطيتهم حتى يستووا. هون بلشنا هيك تحضير صحن الحواضر بتعرفوا للفطور. عندي خيار جزر بندورة. طبعا كبدة الدجاج ما بيطيبها الا الليمون. وقبل ما انسى صبايا، قبل ما تتابعوا بهذا الفيديو يا ريت تحطوا لي لايك وتتركوا لي تعليقاتكم الحلوة مثلكم. واذا عجبكم الفيديو تشاركوه مع اصدقائكم. هلا هوني كمان ضفنا هيك معهم معلقة بابريكا مدخنة، وراح احط معهم ملح وفلفل اسود وبهار مشكل. هلا شايفين هوني مع جنب كمان كنا عم نسوي سندويشات سجق. حاط متبلين هيك لحمة من قبل بيوم للسجق، وتاني يوم جبنا هالسمون فردناهم بالسمون وخليناهم لحتى يستووا. هلا هون هيك مثل ما شايفين عم حرك كبدة الدجاج. رح استناها لتنشف ميتها. بس نشفت عندي ميتها ويعني تقريبا حسيتها قربت تستوي، رح نضيف فوقهم الفلفل الألوان. وبهاي الأثناء طبعا احنا طلعنا حواضر زيتون مقدوس لبنة جبنة مع مربى زبدة، يعني هاي الشغلات الموجودة بكل بيت سوري، يعني مونة البيت السوري. طلعناهن. هون شفتوا قلت لكم بعد ما نشفت المي عندي تقريبا رح احط الفليفلة هيك حتى تدبل شوي. بس كمان انا ما بدي اياها انه تروح نكهتها على الاخير، انه بنحب نحن الفليفلة تكون بتقرش لما بناكلها. طبعا
الفطور ما بيقبل هيك غير بإبريق شاي إكرك عجم غير شكل. هاي جهزنا إبريق الشاي، وهي آخر شي إن شاء الله فطورنا صار جاهز. الحمد لله على النعم، الله يديم علينا هالنعم. عن جد هذا اليوم كان يوم حافل، يعني ما وقفنا شغل من الصبح للمساء. فهوني مثل ما شايفين هيك صار فطورنا جاهز، الحمد لله على النعم، الله يديمها علينا ولا يزولها يا رب. وهون كمان جبنا هيك شوية كعك بالحليب، كتير بحبه على الصبح مع الشاي، مع انه بصراحة مع هالفطور الواحد ما في مكان يعمل شي ولا يتنفس، بس يعني الحمد لله على كل النعم. هلا هوني مثل ما شايفين بلشت انا شغل بيبرق السلق. هوني ماما الله يخلي لي اياها كانت مسكت لي بنتي امونة، عم تلعبها وتسكتها حتى بلش هيك شغل فيهم. فمثل ما شايفين بدنا نساوي يبرق سلق. هلا يبرق السلق ما بيزبط حصرا غير بالسلق السوري او السلق اللبناني، هيك بتكون هذا ورقته كبيرة. اما السلق العادي اللي بتلاقوه هيك ورقته صغيرة ما بيزبط هذاك، يعني بس ممكن نسوي فيه شوربة سلق وبطاطا وعدس، او فينا نسوي فيه سلق مقلب زيت الزيتون. هاي الاكلات. هوني مثل ما شايفين عم شيل الورق انا لحتى نسلقه للف اليبرق، والعيدان رح خليه طبعا ما بنتخلص منها، رح نستفاد منها حرام نكبها. رح نساوي فيها شوربة سلق وبطاطا وعدس، بس ما رح نعملها بهذا اليوم. انا رح احطها عندي بالفريزر، رح فرزها ورح اعطيكم شوية نصائح لتفريز السلق حتى يبقى عندكم ظريف. هلا هوني عم حاول اقيم شوية ورق، يعني انه ما بدي بس عيدان، شوية ورق مع اليبرق مع السلق اللي بدي اعمله للشوربة حتى يكون فيه فائدة وفيه اللون الاخضر. هلا هي مثل ما شايفين هوني رح افرمهم بفرمهم شوي سميك، لانه عفوا شوي أرق من فرم السبانخ اللي بنفرمه بالعادة. كمان في شغلة هون عملناها بهذا اليوم ما صورتها معكم، كمان عملنا مونة السبانخ، بس يعني هي ما بدها تصوير، يعني طريقة تفريز السبانخ وتفريز السلق هي نفسها. هلا رح اخد هدول وانقع العيدان السلق، والورق رح اغسله، يعني قبل ما نعمله هون لحتى نستويه رح اغسله. وعندي على النار مي سخنة كتير منيح. مثل ما شايفين هو السلق يعني حرفيا هذا الوقت اللي شايفينه بالفيديو، هذا الوقت اللي تحمله لحتى يستوي ورق السلق، كتير حساس وبيستوي عندكم بسرعة. بتشيلوه دغري لانه دغري بيطلع عندكم حتى تقدروا تلفوه، والا رح يخرب عندكم ما تقدروا تلفوه، رح يشقشق معكم. هلا رح نتابع الكمية كلياتها بنفس الطريقة، ورح هيك بفردهم على صواني حتى يبردوا. حاولوا ما تحطون فوق بعض حتى ما يكملوا استواء يعني بحرارة بعضهم. وهوني عم ورجيكم كيف عم نغسل السلق. هوني بعد ما نقعته مثل ما شايفين عم شيله هيك، بشيله بتركه بمصفاية، بعدين برجع بحط له مي، هيك بضلني كرر هالعملية حتى ما يضل عندي اي اتربة من عيدان ورق السلق. وبعدين رح احطه ينسلق بالمي السخنة، وبتركه يعني منيح، يعني بده اقل شي نص ساعة ينسلق معكم. وحطوا لمية السلق معلقة صغيرة من السكر حتى يضل عندكم اخضر. نفس الشي عملت بالسبانخ، غسلته بنفس الطريقة هاي اللي انتو شايفينها هون بالفيديو، وحطيته بمي سخنة مع معلقة صغيرة من السكر حتى يضل عندي السبانخ خضرة. هلا هون شايفين قلت لكم رح اتركها نص ساعة او حتى تستوي هيك تنهرس حبة السلق تحت ايدكم، وبعدين رح صفيهم، وبعدين بعصرهم منيح من المي. وبهاي الأثناء كان عندي برد ورق السلق، فرح أبلش أقطع ورق السلق. بشيل الأول، وبعدين هوني مكان العيدان السميكة لازم نشوفه. هاي العيدان السميكة بنحطها بأسفل طنجرة اليبرق حتى ما يلزق عنا سفل طنجرة يبرق السلق. وهيك مثل ما شايفين بشيل أولا، وبعدين مكان العود القاسي بشيله بالنص. وكمان بهالأثناء كنا عم نحضر يبرق يخني أو ملفوف، نحن بنقوله يخنة أو ملفوف. كمان رح نلف شوية هيك تشكيلة صغيرة، يعني تشكيلة محاشي شتوية هيك لازم نسميها. عن جد يعني غير شكل، بتعطي دفى بالبيت وريحة بتجنن. هلا الحشوة تبع يبرق الملفوف وتبع يبرق السلق هي نفسها عندي، مشان هيك كترتها شوي. قلت رح نعمل تشكيلة من التنتين. هون عندي كاستين كبار من الرز تقريبا، ورح نضيف فوقهم معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة بهار مشكل، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل أسود حسب ما بتحبوا حدوديته. وطبعا لا غنى عن ملح الليمون، رح أضيف أنا حوالي معلقة صغيرة. وكمان على النار كنت عم سخن عندي سمنة،
طبعا لهي الأكلة بدنا سمنة بقرة حلوب حتى تعطيها نكهة كتير مميزة، وبنضيف معنا معلقتين كبار من الزيت. الزيت بيساعدني إنه الحشوة تتفلفل عندي، أو يعني حبات الرز هيك ما تكون يعني هيك مجمعة مع بعضها، لأ بتفرفد عندكم. واللحمة طبعا كمية اللحمة بترجع على ذوقك الشخصي، بس حاولوا تضيفوا اللحمة تكون كتير ناعمة حتى تستوي بقلب يبرق السلق. يعني يبرق السلق بده على النار نص ساعة بالضبط، يعني كل ما كانت اللحمة ناعمة أفضل حتى تضمنوا إنها تستوي معكم 100%. وبعدين بنبلش لفهم. هلا بتعرفوا يبرق السلق كتير حساس، لهيك ما بدنا نكفتر حشوة بقلبه. هوني شايفين بعد ما برد عندي جيت اول شي بدي اعصره، قمت لقيته لساته سخن فتركته. بس الفكرة اني انا هيك بعصره مثل ما شايفين، ضلني عم عصره لطلع كل المي اللي بقلبه، بعدين بتركه يبرد. وبس برد عندي بحط بخزنه باكياس بالفريزر، وبحطه بالفريزر عندي. يعني هي تفريز عيدان السلق لشوربة العدس. كتير طيبة وكتير مفيدة. إذا إن شاء الله عملتها بعدين رح شاركها معكم بفيديوهات جاية. كتير مفيدة بالشتوية لأنه فيها عدس وفيها سلق وبتدفي الجسم كتير. هلا مثل ما شايفين هون بدكم تشيلوا الورق شوي شوي لأنه كتير حساس وممكن يشقق معكم بكل سهولة. ما بتكتروا حشوة بقلب اليبرة أول شي حتى تستوي معكم، وتاني شي قلتلكم لأنه الورقة كتير طرية عندكم، فاحتمال إنه إذا كترتوا حشوة تشقشق معكم وخلاص ما بتزبط معكم هاي الأكلة. هي شوي بتاخد وقت أطول من باقي أنواع المحاشي، بس عن جد طعمتها كتير مميزة وكتير مختلفة عن باقي أنواع المحاشي. هلأ حطيت العيدان بسفل الطنجرة، بعدين رتبنا هيك مثل ما شايفين. طبعا حطينا معهم توم، لازم مع المحاشي أكتر شي بطيبها التوم واللية الخروف أو دهنة الخروف. شايفين شرحات الدهنة حاطين هيك بين طبقات اليبرق نحن شرحات من الدهنة. وهلأ بالنسبة لتتبيلهم، يبرق السلق بس بده ملح وحمض الليمون. بالنسبة ليبرق الملفوف أو اليخنة، يا عيني إذا بتضيفوا له دبس الرمان. عن جد نحنا رفيقة ماما لادقانية قالت لها إنه ضيفي معه دبس الرمان، فعلا عطى نكهة خرافية. عن جد قلبت كل نكهة محشي الملفوف. يعني عن جد عن جد بتحسوه طعمته مميزة عن باقي الأنواع. هلأ هون رح ندوب الملح وحمض الليمون، بعدين رح نحط فوقهم التتقيلة ونتركهم ليستووا. هلا أول شي حطينا يبرق الملفوف نص ساعة قبل يبرق السلق، لأنه يبرق السلق مثل ما قلت لكم ما بيحتمل، يدوب نص ساعة على الغاز بتلاقوه صار عندكم منهنه خالص. وهيك يعني إذا أنتم ما عندكم شرحات دهنة، أنا بنصحكم تضيفوا معلقة من سمنة البقرة الحلوب. هلا هون مثل ما شايفين تاركينهم، يا عيني على ريحة المطبخ لو تشموها وقتها، عن جد شي خرافي. هلا اليوم ما كتير شاركتكم شغلات مع البيبي وهيك، يعني خليته هيك مثل روتيناتنا القديمة. إن شاء الله هيك يعجبكم الفيديو، بتمنى إنكم تحبوه ويعجبكم. وإذا حبيتوه أكيد ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتعليقاتكم الحلوة. بحبكم كتير يا أحلى صبايا بالدنيا، وسلام، باي باي.